في سنة 1947 بعد الحرب العالمية التانية، مجموعة من العلماء قرروا يعملوا حاجة غريبة جدا، حاجة ترمز لنهاية العالم لو حصلت فعلا. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. سموها ساعة يوم القيامة أو دومز-داي كلوك. الساعة دي مش حقيقية بالمعنى العادي، دي رمز بيعبر عن قد إيه العالم قريب من الفناء. العقارب مش بتقيس الوقت، بتقيس الخطر. كل ما يزيد التوتر بين الدول أو تزيد الحروب أو يختل المناخ، العلماء يقربوا العقارب أكتر من منتصف الليل، والساعة 12 معناها نهاية البشرية. الغريب بقى إن العقارب دي على بعد 90 ثانية بس من منتصف الليل، أقرب نقطة وصلت لها في التاريخ كله. يعني إحنا حرفيا على بعد دقيقة ونص من الفناء حسب اللي العلماء ذكروه. لكن السؤال اللي محدش عارف يجاوبه لحد النهاردة، هل الساعة دي مجرد تحذير رمزي ولا العلماء عارفين حاجة احنا ما نعرفهاش؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تبخلش علينا باللايك وفعل الجرس. ولو عندك اي حكاية عاوز تعرف عنها معلومات اكتر اكتب لنا اسمها في الكومنت عشان هي تبقى موضوع الفيديو اللي جاي.